السؤال اللي بيحيّر ناس كتير من الناس اللي عايزة تربّي بَط، سواء إنها عايزة تربّيه عشان تعمل منّه مشروع وتكسب منّه ربح كويس، أو الناس اللي عايزة تربّيه للبيت، خاصةً إن إحنا داخلين دلوقتي على موسم رمضان، فعايزين نربّي قبل رمضان نطلّع كده يعني ربح كده كويس ونبيعه للجيران أو للناس اللي حوالينا، أو حتى إن إحنا نربّيه في البيت علشان نستفيد منّه ويكون بيتنا مليان خير في رمضان. أربّي بَط مسكوفي والّا أربّي بَط مولر أو اللي هو يعني البَط البغال؟ ليه النوعين دول بالذات؟ عشان النوعين دول هم أشهر نوعين، والنوعين دول اللي فيهم مميزات كتير أوي. في الفيديو ده بقى إحنا هنتكلم عن الفرق ما بين النوعين، ما بين البط المسكوفي والبط المولر في كل حاجة، مميزات، عيوب، التكلفة، الربح، التسويق، الأكل، كل حاجة عايزين تعرفوها هتلاقوها موجودة معايا في الفيديو ده، كمّلوا بس معايا الفيديو للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سمسمة ودي قناتي الجديدة خير بيوتنا مع سمسمة. يلا بينا نعمل المقارنة اللي انتوا هتخليكم في الآخر تقرروا أنهي نوع هو أنسب ليكم وتبتدوا بأنهي نوع بالظبط. وقبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا خلينا نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان لو مشتركتوش في القناة هسيب لكم الفيديو وامشي، وما تنسوش كمان تعملوا لايك. يلا يا حلوين. خلّينا بقى نبدأ أول حاجة بالبط المسكوفي. البط المسكوفي هو البط الأصلي، اللي هو بط نقدر نعمل منه سلالة في البيت لو إحنا حابين إن إحنا يبقى عندنا يعني بط تاني. البط المسكوفي يصلح لهذا الموضوع غير البط المولر، لإن البط المولر أو البغال هو بط عقلي. البط المسكوفي كمان صوته هادي، ما لوش صوت خالص يعتبر يعني. ينفع جدًا، جدًا إن إحنا نربيه في البيت أو إن إحنا كمان نعمله كمشروع. ليه؟ لإن هو تسويقه عالي جدًا. خلّينا بس كده نجيب الموضوع من البداية من وهُم عُمر يوم علشان ما تتلخبطوش، أو من وهُم صغيّرين الناس اللي هتروح تشتري ما تتلخبطوش ما بينه وما بين البط المولر، وتكونوا عارفين إيه الفرق بالضبط ما بين الاتنين، ما بين البط المسكوفي وما بين البط المولر. عندكم يعني الفيديوهات والصور هتوضّح دلوقتي الكلام اللي أنا باقوله ده. البط المسكوفي يا إمّا بيكون لونه أبيض خالص أو بيكون لونه أسود أو بيكون أبيض في أسود، يعني بيكون فيه أسود وفيه على رقبته بُقعة صفرا كده يعني أو بيضة من وهُم صغيّرين. البط المولر بيكون لونه أصفر وفيه بُقعة سودا في راسه، أو بط مولر مستورد وده بيكون عينه حمرا. تمام؟ يبقى البط المولر يا إمّا بيكون سادة ولون عينه أحمر ولون المنقار بتاعه بيكون وردي والرجلين برضه بتكون وردي. البط المسكوفي بيكون منقاره ورجليه بيكونوا غامقين. البط المولر من وهو صغير بيكون في بُقعة سودا على راسه أو شريطة كده على ضهره، وده المحلي، اللي بيبقى فيه شريطة على ضهره ده بيبقى المحلي، اللي بيبقى فيه بُقعة سودا بس على راسه أو عينه حمرا ده بط مولر أو بغال مستورد، وده بيجيب أعلى شوية من المولر المحلي. ده بالنسبة للشكل وهُم صغيرين علشان ما تتلخبطوش ما بين الاتنين. برضه البط المولر بط عقيم، يعني ما نقدرش نجيب منه سلالة، بما إن إحنا برضه اتكلمنا على إن البط المسكوفي نقدر نجيب منه سلالة، في منه مسكوفي أصلي، في منه مسكوفي خليط اللي هو بيتخلط مع بلدي. بيبقى ذكر مسكوفي وأنثى بلدي، ودول بيطلّعوا على فكرة إنتاج حلو جدًا، جدًا، وبيصلح للبيوت أوي لو إحنا هنقدر بقى إيه، نربّي منه وننتج تاني ونفرّخ ونعمل يعني سُلالة كده في البيت. فده حلو جدًا البط المسكوفي الخليط. البط المسكوفي الأصلي اللي هو R41 ده بيجيب وزن عالي جدًا. البط المولر بط عقيم بيُنتج في المعامل وفي الشركات، عشان في ناس كانت بتسأل أمّال هو بيُنتج إزاي؟ تهجين، تهجين في المعامل والشركات فقط، يعني ما نقدرش لا هيتزاوج ولا هيجيب لنا سُلالة. تمام، خلّينا بقى نتكلّم كده على مميزات وعيوب كل نوع فيهم عشان تقدروا تحددوا في الآخر أنتم عايزين أنهي نوع فيهم، وإيه اللي يتناسب مع ظروف كل حد فيكم. خلّينا نتكلّم الأول من حيث الأكل. فالبط المسكوفي هو بياكل أقل، لكن في نفس الوقت هو بيطوّل أوي الدورة بتاعته، فبالتالي هو هياكل علف أكتر. فاهمين أنا عايزة أقول إيه؟ يعني عدد الكيلوات في الآخر هيبقى أكتر لإن هو الدورة بتاعته أطول. يعني هو بيقعد لحد 90 يوم، و90 يوم ده العلمي وبنسيبه لحد 120 يوم. بياكل في خلال ال3 شهور ده 12 كيلو. أمّا البط المولر اللي هي دورته 70 يوم ده برضه العلمي ونقدر إن إحنا نسيبه 90 يوم، فده بياكل فيها في خلال دورته اللي هي 70 يوم، بياكل فيها حوالي 9 كيلو علف. ال9 كيلو علف بيجيب فيهم وزن قد إيه؟ حوالي مثلًا 4 كيلو، يعني ده للمولر المحلي. المسكوفي طبعًا وزنه بيبقى أعلى من كده، ممكن يوصل ل5 كيلو، ممكن يوصل ل6 كيلو، 7 كيلو لو المسكوفي اللي هو الأصلي اللي هو الR41 لإن الخليط بيكون وزن أقل شوية. فيبقى إحنا كده بنتكلم إن المولر بياكل عدد كيلوات أقل في وقت أقل، المسكوفي بياكل عدد كيلوات أكتر في وقت أطول، لكن بيجيب وزن أعلى. فلو أنتم مش فارق معاكم موضوع النمو والسرعة والكلام ده، فخلاص يعني خلّيكم مع المسكوفي.
لو أنتم عايزين وقت أو يكون قليل أو خلاص إحنا مثلًا مزنوقين وداخلين على رمضان، فأنا طبعًا بارجّح لكم المولر لإن المولر بتكون وقته أقل. وفي نقطة دايمًا باحب يعني أأكد عليها ناخد بالنا منها، إن البط المولر بعد ال3 شهور أو ال90 يوم بيفرّغ، يعني بيرجع يخس. يعني لو هو كان وصل معاكم ل4 كيلو أو 5 كيلو، بعد ال3 شهور هيرجع يخس جدًا معاكم، ممكن يوصل تاني ل3.5 على فكرة، أو ينزل لو هو 5 ينزل ل4 كيلو، عشان ما تسيبوهوش وقت أطول هيبقى حرام، هياكل وهترجعوا تلاقوا نفسكم تاني إن أنتم بتخسروا. إحنا كده قارنا ما بينهم الاتنين من حيث الأكل، عدد الكوات اللي بياكلوها، من حيث سرعة النمو، وقُلت لكم إن المولر بينمو أسرع في وقت أقل من المسكوفي، ومن حيث الوزن إن المسكوفي بصراحة بيجيب وزن أعلى من المولر، لكن ده المسكوفي الأصلي مش المسكوفي اللي هو الخليط، عشان برضه تكونوا واخدين بالكم وتجيبوا المسكوفي الخليط هيقولوا يعني مش واصل مثلًا ل7 كيلو أو 6 كيلو زي المسكوفي الأصلي. برضه من حيث الهدوء والصوت عشان الناس بتحب أوي يعني تتطمن أوي من الناحية دي علشان خاطر الجيران وكده، ناس كتيرة أوي بتحب تربي بط بس بتقلق من موضوع الجيران والناس والصوت والإزعاج والكلام ده. المسكوفي هادي جدًا، جدًا، ما فيش ليه أي دوشة نهائي. المولر برضه صوته واطي أوي وبرضه يكاد يكون هادي، يمكن يكون ليه صوت شوية بس مش عالي زي البكيني أو الجعجاع أو الشرشيري، هو بس في حالة إن هو يكون جعان ممكن بس يطلع له صوت، إنما غير كده هو ما لوش صوت نهائي، برضه يعني زي المسكوفي ما تقلقوش منه خالص، خالص يا جماعة. من حيث بقى المناعة، فإحنا عندنا المناعة بالنسبة للمولر أقوى وأعلى من المسكوفي. المسكوفي بيحتاج رعاية جامدة جدًا وتدفئة جامدة من وهو صغير يعني، لكن البط المولر هو مناعته أقوى، لإنه هو خليط يعتبر ما بين المسكوفي وما بين اللي هو البكيني أو الفرنساوي، والفرنساوي طبعًا مناعته عالية جدًا، فعشان كده برضه المولر طالع عنده مناعة كبيرة. يعني بمعنى أدق إن المولر بيقاوم الأمراض بشكل ممتاز جدًا، بيستحمل البرد، بيستحمل التغيرات، يعني لو هنجيبه في الشتا فالمولر ممتاز جدًا. المسكوفي كمان كويس ولكن مش بنفس قوة المولر ولا بنفس مناعته، يعني بيحتاج رعاية خاصة، خاصةً في العمر الصغير بيحتاج رعاية أكتر شوية في المسكوفي، وخاصةً يعني في موضوع التدفئة. نيجي بقى لنقطة من حيث الطعم واللحم والدهون والكلام ده، الاتنين طعمهم حلو جدًا، المسكوفي بصراحة أطعم لإنه قريب جدًا لطعم البلدي، لكن برضه المولر لحمته حلوة، الاتنين لحمتهم حمرا زي لحمة الجزار. بالنسبة للدهون الاتنين ما فيهمش أي دهون نهائي، يعني الاتنين يكسبوا من حيث الدهون واللحم، لكن في الطعم المسكوفي أفضل، ولو إن المولر دلوقتي برضه بقى ليه يعني جماهير كبيرة، لكن المسكوفي يبقى هو الأطعم من حيث الطعم، لإن زي ما قُلت لكم كده هو قريب كتير أوي من البلدي. من حيث بقى السعر وهُم صغيّرين، الكتكوتين الاتنين يعتبر نفس السعر، المولر والمسكوفي الاتنين بنفس السعر، لو أنتم رُحتوا كده تشتروهم فهتلاقوا الاتنين نفس السعر. طَب أنتم دلوقتي عايزين تحدّدوا بقى يعني بالنسبة يعني كمان للتسويق، التسويق بصراحة المسكوفي يعني رقم 1 ثم المولر، وإن كان المولر دلوقتي بقى عليه إقبال كبير وهتلاقوا دلوقتي كل المحلات برضه بتحب تشتري البغال، كمان الناس العادية مثلًا جيرانكم أو أصحابكم أو كده هتلاقيهم برضه حابين المولر، لإن البَط البغال دلوقتي سعره بقى أقل من البَط المسكوفي، وأنتم عارفين يعني ظروف الغلا اللي إحنا فيها، فالناس برضه بقت في ناس كتيرة بتدوّر على الحاجة الأرخص وفي نفس الوقت تكون جودتها عالية، فالمولر يعتبر بَط جودته عالية وفي نفس الوقت سعره رخيص، لكن المسكوفي هو الking. أي تاجر هييجي يشيل بالنسبة للتسويق يعني، المحلات كلّها دلوقتي بتشتري مسكوفي، فبالنسبة للتسويق أو إحنا داخلين على رمضان، فأنا شايفة إن المسكوفي تسويقه ما فيش فيه أي مشكلة خالص. يعني خلاصة الفيديو، لو أنتم بتدوّروا على بَط هادي رخيص في الأكل نفرّخ منّه أجيال جديدة ونقدر نعمل منّه سُلالة عندنا في البيت، فده هيكون المسكوفي هو اختياركم الأساسي. أمّا لو هدفكم هو اللحم السريع والكبير وما فيش فيه مشكلة إن أنتم تروحوا كل مرّة تشتروا فيها كتاكيت، فالبَط المولر هيكون هو اختياركم الممتاز. في النهاية القرار ليكم أنتم، أنا قُلت لكم العيوب والمميزات وكل حاجة ما بينهم هُم الاتنين، الأهم إن أنتم تكونوا عارفين إيه اللي يناسب ظروفكم. وإيه اللي يناسبكم لو أنتم عايزين تعملوه مشروع، أو اللي يناسب إن أنتم عايزين تربوه للبيت، يعني على حسب ظروف كل واحد فيكم، على حسب هو بيربي لإيه بالضبط، لكن الاتنين زي الفل والاتنين حلوين، فأنتم شوفوا أنتم حابين يعني بناء على ظروفكم قرروا أنتم حابين إيه، ما تنسوش بقى لو وصلتوا معايا لهنا
إن أنتم تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتعملوا سبسكرايب للقناة عشان توصل لكم باقي الفيديوهات تربية الطيور، وطبعًا عشان رأيكم يهمني جدًا وتجاربكم كمان، وكلنا نستفيد من بعض علشان نستفيد من خبرات بعض. يا ريت تجاوبوني في التعليقات وتقولوا لي جربتوا تربوا بط مسكوفي والّا بط مولر قبل كده، وإيه المشاكل اللي واجهتكم سواء في التغذية أو في الأمراض مع كل نوع، ولو قدامكم الاتنين فأنتم هتختاروا أي نوع فيهم وليه، عشان لو حد حابب إن هو أو عايز إن هو يجرب ويشتري، معلوماتكم كمان تفيد الناس أكتر وأكتر. هاستنى تعليقاتكم عشان هاشاركها إن شاء الله في الفيديو اللي جاي بإذن الله، وكل تجاربكم برضه هنشاركها معانا في الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير إن شاء الله، ويا ريت تقولوا لي اقتراحاتكم تحبوا يعني نناقش إيه أو نصور إيه في الفيديو اللي جاي. أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.